ميرا بتكون مصدومة ومشتتة وبتحاول تعصر دماغها لحد ما بنكتشف ان شيكار كان هو اللي بيجبرها تشرب منكر بالعافية، وهي ما عورتوش ولا حاجة، هو اللي عور نفسه واتبلى عليها، وهو اللي اجبرها تمضي اوراق الطلاق وحاول يضربها بعصاية الهوكي، وهو اللي كسر المراية مش هي. يعني شيكار طلع هو اللي توكسيك واحنا ظلمنا ميرا. ميرا بتكون تايهة ومصدومة بعد ما اكتشفت الحقيقة، وبتحاول تبطل المنكر تدريجي عشان تقدر تفتكر اكتر واكتر. بتفتح موبايل نصرت وبتقلب في الواتساب وبتلاقي مفاجأة. نصرت كانت على علاقة بشيكار جوزها وكانت بتخون أنند معاه، يعني هو ابو الطفل. بتنهار ميرا من اللي شافته وبتتجنن. بتبعت رسالة لوالتر تقوله انها عاوزة تعرف اللي حصل يوم 31 ولازم يتقابلوا. بعد كده بترشي المسؤول عن الكاميرات في محطة هاي رود وبتاخد منه اللقطات انها كانت في المحطة الساعة 8:30 مش 10:30 زي ما كور قالت لها، وبتسأله لو كان حد خد الفيديو ده. قال لها من انا لا، بس ممكن يكون من زميلي، فبتديله فلوس تاني عشان يعرف اذا كان حد دخل